ازيكم يا مساء الخير ومساء الورد. بديتوا تحتاروا في الافطار؟ جيتكم بوصفة لذيذة جدا، باذنجان حتعملوه بطريقة رهيبة. جيبي حبتين باذنجان، حبتين كافي جدا للوصفة. تقطعيهم كده زي ما انت شايفة، بعدين حترشي فيه زيت عادي، زيت زيتون. عاوزة تدخليه الفرن، عاوزة تشويه بالفحم، عاوزة تشويه بالبوتاجاز، كله عادي. ممكن تدخليه الفرن برضو ما مشكلة. انا شويته بالقلاية الهوائية، اذا متوفر عندك برضو بالقلاية الهوائية اسرع، وغير كده بتحسي بيه صحي اكتر. بعد ما خلاص قطعته كده بالشكل ده، رشيت فيه كمية زيت كده مناسب، حياخد منك كمية كده شوية. تدهنيه عشان يبقى معاكي لين سريع. بعد دخلته في القلاية الهوائية، تقريبا اخد زي 15 دقيقة كل حبتين مع بعض. وبعد ده بكل سهولة بتشيلي منه بتشيلي الباذنجان، بتشيلي من القشر الباذنجان بكل سهولة. بعد ما خلاص تخلص الشوي بتاع الباذنجان بيطلع معاكي بالطريقة دي، بالشكل ده عفوا. تشيليه كده بالمعلقة، سهل جدا وبيطلع منك في ثانية، ثواني بس. بعد ده اذا انت عاوزه تدخليه مثلا، عاوزه زي ما انا عملته بالسكين، عادي سهل جدا. بتقدري تساويه كده بالسكين، وممكن كمان في الكبه عندك برضو بتقدري. كله سهل وكله يعني سريع، يعني هو اصلا ما بياخد منك زمن. بعد ما خلاص عملنا الحركه دي، جهزنا الباذنجان. الحركه الثانيه انك حتجيبي شويه من زيت الزيتون، حتخدي فيه، حتضيفي فيه زي 3 حبات توم او حبتين ما مشكله. يعني نكهة التوم ما يكون قوي شديد لأنه الدنيا رمضان. بس زي ما انتم شايفين، من 2 ل3 حبات توم، وحتنزل عليه باللبنة. ممكن بالزبادي، أيوة نعم ممكن بالزبادي، بس أنا بحب استخدم اللبنة عفوا، لأنه اللبنة بيكون طعمه يعني حموضة اللبنة بيكون أقوى. بس مو ملح ولبنة وتوم، خلاص. اسهل من كده اظن ما في. بعد ده الحركة الثانية اللي هو اللحمة، تجيب اللحمة من غير عظم. هنا بفضل انه اللحم يكون من غير عظم. قلبيه في زيت واكفليه، ما حتعمل اي حاجة، بس حتقلبيه في زيت وتكفليه لحد ما يصل معاك المرحلة دي. حتضيفي له شوية من البهارات المعروفة، شوية شمار، شوية كزبرة، حتى فلفل اسود ما يحتاج، ما ضروري، وشوية توم وملح. خلاص انتهينا. بعد ده عاوزة تقدميه بخبز عادي قدميه، عاوزة عندك متوفر عندك خبز صمون، مش صمون عفوا، حتى الصمون عادي بتقدر تسويه. انا كنت عندي خبز توست، قطعته مربعات كده صغيره، وبعدين دخلته القلايه الهوائيه امسح الوش كده انا شفت الزيت اللي طلع من الباذنجان، بس دهنت وش الخبز بالزيت ودخلته القلايه الهوائيه برضو، طلع معي بالشكل الظريف ده. قدمته معاه سلطه. وهناك اللحم تقريبا خلص، ما يحتاج مننا اي مجهود اللحم. بعد ده بتنزلي باللحم فوق الباذنجان، وبألف عافية علينا وعليكم. بتمنى تجربيها لأنه سهل ولذيذ ومختلف شوية. في أمان الله.